ليه مهم تبقى عارف أصلك وجذورك جاية منين؟ لأن سهل قوي أي حد، خصوصا في العصر الحديث، أي حد ممكن يجي ينسب تاريخك لنفسه. طب هو ليه أصلا بيحاول يعمل كده؟ لأن جزء مهم قوي من عقلك اللاواعي بيشتغل عن طريق إحساسك بقيمتك وقيمة جذورك اللي انت جاي منها، سواء انت واعي بده أو مش واعي بيه. يعني من الآخر الشخص اللي بيحاول يجي ينسب تاريخ عظيم وعريق وجذور متينة لنفسه، هو بيحاول يأسس في العقل اللاواعي للشعب بتاعه إنه هو أصيل، وإنه هو عنده عراقة وقوة حقيقية مش محتاج إنه هو لسه يبنيها، لكنه هيستردها. وفي فرق كبير قوي ما بين استرداد القوة وما بين تأسيس القوة من أول وجديد. وعشان كده أصبح من الضروري، بل مسألة حياة أو موت، هي إن أنت تتعرف على جذورك الحقيقية عشان عقلك يسترجع تاني الأصل بتاعك والقوة بتاعتك الحقيقية اللي أصلا موجودة، مش لسه هتبنيها. طيب هل استرداد القوة ده بس مجرد ان انا اعرف معلومات او اقراها او احفظها او اسمعها واطلع اقول هتافات فارغة انا من اصل مصري قديم، انا صاحب الحضارة العريقة؟ اكيد لا. جزء مهم بعد ما تعرف الجذور بتاعتك جاية منين واصل الحضارة بتاعتك، ان انت تبتدي تحييها من جديد. تحييها بمعنى ان انت تعيشها، تعيش تفاصيلها. في اسرار متسبلة جوه القصص وجوه المعابد بتاعتنا بتعلمنا ازاي نقدر نحيي القوة دي جوانا من جديد، وبالتالي نرجع تاني الحضارة العظيمة دي اللي هي مش بس عبارة عن مباني وفنون، لا هي كمان أسلوب حياة وطريقة تفكير ونمط معيشة. من هنا بتحرك، وأي حاجة بقولها وأي فيديو بطلع أتكلم فيه بيبقى دايما الهدف ده قصاد عيني. مش بس إن أنت تسترجع جذورك وأصلك وتسترد ذاكرتك القديمة اللي مليانة قوة وعزة، لا كمان تعرف تستخدم وتحيي هذه التفاصيل جواك انت، عشان من جديد تقدر تعيش القوة الحقيقية اللي بدأها أجدادك وسابوها لك وغيرك بيحاول ينسبها لنفسه. طيب يا ترى ممكن حد بيتفرج عليا دلوقتي يتساءل، أنا ليه بادئة الحدوتة من الأول خالص، من قصة بداية الخلق كما هي مذكورة في الحضارة المصرية القديمة؟ لأن الحقيقة المصري القديم كان بيحاول يحكي لك إن قصة بداية الخلق هي بتتكرر جواك باستمرار، وعشان كده بيحاول يوضح لك إن في اختيارات قدامك ممكن تختار منها. وده هيوضح أكتر وإحنا بنحكي إن شاء الله النهاردة الجزء الثاني من قصة بداية الخلق. فالهدف الأساسي من القصة دي إن هي تعرفك إن القصة بتتكرر كل شوية، انت جواك وفي المجتمع اللي انت عايش فيه وفي أسرتك وفي العالم. القصة عمالة تتكرر، قصة بداية الخلق بتتكرر طول الوقت، ولو انت فهمتها ووعيت بيها هتقدر تختار الاختيار المناسب اللي يودي القصة في النهاية اللي انت عايزها. بعد ما حكم أوزير وإيسات أو إيزيس مع بعض بالحب والعدل، كل الناس أصبحت مخلصة ليهم ووفية وبتحبهم، وده عشان هما كانوا دايما بيدوا الناس حقوقها، وفي نفس الوقت دايما عاملين تطور مستمر في البلاد. غار ست اللي هو أخو أوزير من حب الناس لأوزير، وقرر إنه هو يبث الضغينة والحقد جوه نفوس الناس عشان يقلبوا على أوزير ويشيلوه من الحكم. فشل ست فشل ذريع إن هو يخلي الناس تكره القائد العظيم أوزير وزوجته الجميلة الحكيمة إيسات أو إيزيس.
قرر ست الحاقد على أخيه أوزير إنه هو يتخلص منه، فاستعان ببعض الناس من الدول المجاورة بيقال عليهم إن هم عبيد، وقرر إنه هو يعمل تابوت جميل من الخشب لأخوه. دي كانت عادة موجودة عند المصريين القدماء، إنه بيحضروا التابوت الخشبي اللي هيدفنوا فيه قبلها بفترة عشان يكون جاهز لحياة ما بعد الموت. وطلب ست من أخوه أوزير إنه هو ينام في التابوت الخشبي عشان يتأكد إنه هو على نفس مقاسه بالظبط. أوزير ما كانش بيسيء الظن في أخوه ست، فوثق فيه ونام في التابوت فعلا. ساعتها أعوان الخائن ست قفلوا التابوت على أوزير ورموه في مية النيل. من هنا بتبتدي توضح لنا الخطيئة الكبرى اللي وقع فيها ست، وهي ان هو ما بصش للمزايا اللي عنده هو واللي يقدر يساعد بيها اخوه أوزير عشان يطوروا البلد ويقدروا ان هم يقووا الحكم بالعدل والحب، ولكنه اختار ان هو يقارن نفسه باخوه أوزير، وبالتالي قرر ان هو احسن من اخوه وقرر ان هو يقتله. هنا نستنتج ان انت دايما بيبقى قدامك الاختيار ده، يا اما انت تقارن نفسك بالناس اللي حواليك اللي انت معتقد ظنا منك ان هم احسن منك، ولكن في الحقيقة كل واحد فيكم هتلاقي عنده حاجة بتميزه، فبالتالي تقدر انت تكتشف الحاجة اللي بتميزك وتتعاونوا مع بعض وتقدروا ان انتوا تعملوا حاجة جديدة اللي هتبقى اقوى من لو كل واحد عملها لوحده. وبعد ما غرق أوزير وصل الخبر للجميلة الحكيمة إيزيس. بكت بكاء شديد لدرجة انه حصل اول فيضان لنهر النيل من دموع إيزيس. وفضلت إيسات تدور على جوزها لحد ما لقت التابوت اللي فيه جسد زوجها أوزير. كانت حزينة ونامت، وفي أثناء نومها شافت روح جوزها أوزير بتزورها وبتقول لها إن انتي هتخلفي ابن دينا وهيكون اسمه حورس. لكن فرحة إيسات أو إيزيس ما اكتملتش، وبعدها قرر ست أخوه الحاقد عليه إن هو مش بس بقى يموته، ده ياخد التابوت ويقطع الجثة بتاعت أوزير لقطع كتير ويوزعها في أرجاء البلاد عشان ما تقدرش إيسات تجمعها تاني أو تعيدها للحياة. لكن هل المثابرة القوية إيسات هتسكت؟ لأ، ما سكتتش، وفضلت تدور في كل أرجاء البلاد على قطعة من جسد زوجها أوزير، وكل ما كانت بتلاقي قطعة كانت بتؤمر ببناء معبد ضخم في المنطقة اللي بتلاقي فيها القطعة دي، وأشهرهم معبد أبيدوس اللي بيقال إنه كان هناك رأس الملك أوزير. نجحت إيسات إنها تجمع كل أجزاء جسد زوجها، وبعدها اتحققت النبوءة وفعلا خلفت ابنها حور أو حورس. كبر حورس وقرر إنه هو يواجه عمه ست ويقتله عشان ينتصر على الحقد والشر اللي جوه نفسه للعدل والحب اللي كان سائد في البلاد. في معركة مشهورة بتحكيها ودران معابد كتير من المعابد المصرية الموجودة، انه تمت معركة كبيرة ما بين حورس وما بين عمه ست، وفي هذه المعركة فقد حورس عينه اليمين. قرر وقتها حورس انه هو يستعين بتحت او جحوتي عشان يساعده في استرجاع عينه اليمين.
وفعلا نجح تحت ان هو يرجع له عينه اليمين، ومن وقتها ورسمة العين بترمز للشمس وللنور وللهداية، وكمان للانتصار على الأحقاد والشرور. وهو ده السر في العادة المتوارثة لحد دلوقتي، في ان احنا احيانا بنرتدي العين الزرقاء ترمز للحماية من الأحقاد والشرور. بعد ما عرفت قصة بداية الخلق في حضارتنا المصرية العريقة، دلوقتي ممكن تسأل نفسك طيب يعني ايه القصة بتتكرر طول الوقت؟ ويعني ايه انا ممكن استفيد من القصة دي عشان اختار الاتجاه اللي انا همشي فيه؟ ست بيرمز للعقل المحدود. عقلك المحدود هو العقل المتمحور حوالين ذاته، يعني طول الوقت بيفكر في نفسه ونفسه بس. كويس جدا ان انت تبقى بتفكر في نفسك وبتراعي مصلحتك، ولكن لو عملت ده من غير ما يكون معاك نظرة لمصلحة اللي حواليك، فانت كده هتبقى كأنك بتستدعي جواك نفس طاقة ست، الحقد والغل على الناس المحبوبة. لأن الناس المحبوبة في الغالب هم قدروا يفكروا في نفسهم وكمان يفكروا في اللي حواليهم. وأما أوزير فهو بيرمز للحب والعدل الصافي المطلق بغير رؤية واسعة، يعني الافتراض الدائم لحسن النية في الآخرين. طول الوقت شخص شايف انه الناس اللي حواليه دايما جميلة ودايما بيثق فيهم. فلو بصيت كنظرة واسعة للقصة دي هتلاحظ ان الاتنين ست وأوزير واقفين على طرفين خيط. ست متطرف جدا في توحده وتفرده في تفكيره حوالين نفسه، وأوزير متوحد ومتطرف جدا في تفكيره في المصلحة العامة، لدرجة ان هو ما شافش بعين ثاقبة او حتى افتراض سوء النية في اخوه ست، اللي اكيد كان بيظهر له مع التعامل المستمر بعض التعاملات اللي بتدله ان هو ممكن يكون حاقد عليه ولكنه ما كانش بيشوفها. وده معناه ان انت طول الوقت بيحصل ده جواك، ست وأوزير. طب يا ترى ست اللي هي إيزيس وحورس بيرمزوا لإيه جوانا؟